مفتوح يعني. راح فارت بسرعة يلا. الحمد لله كلهم خير ما يسألوننا عنك. الله يعطيك العافية. حيا الله لوجه السن. الله يسلمك. الله يسلمك. شلون؟ اجلس. حط السكين. جوعان. جوعان؟ راح بعدين. خله انا اعطيه. تركه بس يتحجج علينا. شلونك بس انت؟ شلون العمل وياكم؟ والله الحمد لله العمل طيب، بس انت تعال علمني شلون يفرض الله. خير ان شاء الله يا ابو فيصل. شو اقول لك يا دكتور؟ هالولد فشلني وبهدلني وكسر الدنيا في البيت، وكل الجيران دائما يتشكون في البيت، مكسر لنا كل حاجه، مخرب كل شيء، ما بعارفين شو نسوي معه. واضح ان ولدك فيصل الله يحفظه مع فرط في الحركه. يوه بس في ولد لا ما في بعدين. اجلس يا الغبي انت. فشلتنا. بس. هذا مو غبي يا ابو فيصل، هذا اللي اقول لك عنه مع افراط في الحركه. هذه حالات نفسيه، واضطرابات تصيب كثير من الاطفال وتلازم حتى مرحله البلوغ، وهي المشكلات الكثيره اللي تسبب في تشتيت وتركيز لدى الاطفال. ومع الاسف يا ابو فيصل، مع الاسف الاباء والامهات غير منتبهين الى هالحاله. شو الحل يا دكتور؟ الحل عندكم انتم يا الاباء والامهات. بعدوا عن تهديد وتخويف اطفالكم، ونظموا لهم الاكل، النوم، والاستيقاظ، وبعدوا عنهم الحلويات لانها تزيد نشاط الطفل، والالعاب الالكترونيه العنيفه، وبدلوها باشياء يحبها الطفل كالرياضه والسباحه واشياء كثيره تفيد وتنمي عقليه الطفل. وشغله واحده يا ابو فيصل، بادله بالمحبه وتعرف كل حبه. فيصل حبك يا بابا.